دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا ربنا لك الحمد كله، ظاهره وباطنه، دقه وجله، علانيته وسره. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد ربنا بعد الرضا، ولك الحمد ربنا إذا رضيت. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله، النبي الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أيها المسلمون، نحن على مشارف استقبال ضيف عزيز على قلوب المؤمنين. سويعات قلائل نستقبل شهر القرآن، نستقبل شهر الغفران، نستقبل شهرا يتسابق فيه من يريد الجنة، ويطلب هذا الشهر من يريد أن يعتق من النيران. نستقبل هذا الشهر استقبالا ونحن نرجو الله تعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرفع عنده درجاتنا. هذا الشهر مضمار الله لخلقه، يتسابق فيه المتسابقون. هذا الشهر الذي من حرمه فقد حرم الخير كله، ومن رحم فيه فقد فاز فوزا عظيما. شهر تغتنم فيه الألحاظ وتغتنم فيه الأنفاس. نوم المؤمن الصائم فيه عبادة، وعمل المؤمن الصائم فيه عبادة، وصمته عبادة، وحركته عبادة، وكل عمل يقوم به في رمضان هو فيه في عبادة. لماذا لا يستقبل هذا الشهر والمؤمن عندما يمتثل فيه أمر الله تعالى متخلق بأخلاق ملائكة الله الذين طعامهم وشرابهم التحميد والتسبيح لله رب العالمين؟ لذلك لا يمكن أن يضيع المؤمن لحظة من لحظاته، ولا يمكن أن يفرط بثانية من ثوانيه. ومن هنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه إذا رأى الهلال أن يقول: اللهم
اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أيها المسلمون، سمي رمضان رمضان من الرمضاء، والرمضاء شدة الحر، ونار جهنم أشد حرا. وسمي رمضان رمضان من الرمض، والرمض هو الاحتراق. ولذلك إذا صام المؤمن رمضان إيمانا واحتسابا نال بشارة النبي عليه الصلاة والسلام: غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا تحقق الصائم في رمضان بأخلاق الصيام نال بشارة الله تعالى له بأنه يعتقه من النيران يوم القيامة. لذلك كان رمضان ميقاتا للتائبين، وهداية للحائرين، وبشارة للمؤمنين، وعنوانا للعتق من نار رب العالمين سبحانه. هو شهر الإقبال على الله، بيد أنه هو شهر الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. إنه شهر الإقبال على الله، إنه شهر الفرار إلى الله لا من الله. إنه شهر مضاعفة الأجور ومغفرة الذنوب، بيد أنه أضيف إليه لقب التشريف، وهو أنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المسلمون، هذا الشهر يمر سريعا. هذا الشهر تصفد فيه الشياطين، هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنان، هذا الشهر تغلق فيه أبواب النيران. هذا الشهر هو شهر الرحمة والمغفرة والمواساة والعتق من النيران. إذن هو شهر جماع أبواب الطاعات كلها وهي فيه، بيد أن فيه ائتلاف القلوب وتوحد الصفوف واجتماع كلمة أهل الإيمان، بيد أن فيه أيضا توحد مشاعر المؤمنين كما تتوحد فيه شعائرهم. رمضان شهر المشاعر، والصيام شعائر. فإذا صام المؤمن جاع وظمئ وتعب وعطش، وهذا الأمر يتحقق في الأغنياء كما يتحقق في الفقراء، ولذلك تتحد المشاعر كما اتحدت الشعائر. ولما سئل يعقوب عليه السلام: لما تصوم وقد أوتيت خزائن الأرض؟ قال: كي لا أنسى الجائع. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. إلا أنه يكفي الصائم فرحا وفخارا ورفعة أنه بتحققه بالصيام ينال من الله تعالى البشارة بغرف الجنة التي أعدها الله تعالى للصائمين، بيد أنه كذلك يزداد افتخارا أن الصيام جعل الله الجزاء فيه منه سبحانه وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أما الصوم فقد نسب الله الأمر في الثواب فيه لأجله، فقال جل جلاله في الحديث القدسي الذي يرويه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
وإن هنالك فرقا بين الصوم وبين الصيام. الصوم شيء والصيام آخر. الصيام هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى بالامتناع عما أحل الله تعالى من طعام وشراب ووقاع بين الزوج وزوجه نهار رمضان. فإذا ما أذن المؤذن للمغرب يفرح الصائم الذي جاع وعطش وتعب وظمئ، يفرح عندما يفطر على ما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصيام. الصيام عبادة مخصوصة في أوقات مخصوصة بهيئات مخصوصة. أما الصوم فإنه امتناع عن كل ما حرم الله في رمضان أو في غير رمضان، امتناع عن اللغو والرفث والكذب والغيبة والنميمة، عن كل ما حرم الله. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام. أيها المسلمون، للصائم فرحتان، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، لأنه حصن نفسه من النار. ومن هنا عندما نقرأ في أحوال الصالحين مع رمضان نبدأ أولا بإمامهم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإمام الأعظم رسول الله، والقائد الأفخم رسول الله، والقدوة والأسوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان حال النبي في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان يهنئ الأمة برمضان، يهنئ الناس برمضان. هذا رمضان، هذا رمضان، أتاكم رمضان شهر الخير والبركة. إذن سن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام التهنئة لبعضنا البعض برمضان، هي سنة قولية عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يجود بالخير كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا رائعا في اغتنام الأوقات كلها في رمضان وفي غير رمضان. لذلك عندما نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعاطى في رمضان في صيامه، ليس نوما ولا كسلا ولا جلوسا على شاشات التلفاز لمتابعة المسلسلات، ولا على الجهاز الذي يحمله كل منا بين يديه ليشاهد فيه ويتابع فيه أحوال الناس. هذا رمضان، هذا رمضان، هذا خاص لرمضان. ينبغي أن يكون المؤمن فيه خاصا، له خاصية. علاقة الناس بعضهم مع بعض علاقات اجتماعية، إلا أن فلانا له عندي خاصية. هذه الخاصية تجعل العلاقة بيني وبينه علاقة مختلفة. هذا رمضان. ما هي علاقة رمضان معك؟ كيف أنت مع رمضان؟ ما الذي ينبغي أن تكون فيه في رمضان كغيره؟ أم أن لرمضان عندك هنالك من شيء ما ينبغي أن نحرص على ذلك؟ إننا بحاجة أن نتشبه بالصالحين في رمضان، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نجد أن الصالحين مع رمضان كانوا فيه يجلسون مع القرآن. عجيب عندما تقرأ أن هنالك من كان كل أسبوع يختم القرآن مرة في غير رمضان،
لكن هل سمعت أو هل حاولت أن تختم القرآن كل يوم مرة في رمضان؟ بلغني ذلك أن هنالك من تمكن من ذلك، لكن هل سمعت أن هنالك من كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة؟ نعم، نسب ذلك إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله، كما نسب ذلك إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن لا بد إلا وأن نتعايش مع القرآن وأن نجلس مع القرآن. أهل العلم في اختصاصاتهم كما ورد أنهم كانوا إذا جاء رمضان تركوا مشاغلهم كلها وجلسوا مع القرآن. منهم من كان يخصص في رمضان ختمة لأهل بيته. بالله عليكم، وهذه رسالة مني إليكم، أن كل صاحب أسرة، كل واحد منا قبل المغرب بساعة أو نصف ساعة يجلس مع أهل بيته، أنت مع زوجتك وأولادك حتى الذين لا يعقلون، اجلسوا ولنقرأ جزءا من كتاب الله تعالى، كل واحد صفحة، كل واحد يقرأ صفحة ونداورها، تحتاج منا تقريبا الجزء إلى نصف ساعة أو يزيد أو يقل. ألا يمكن أن نعيش مع بيتنا ليكون بيتنا قرآنا؟ إن البيت الذي ليس فيه قرآن يتلى بيت خرب، بيت خرب. هكذا يعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعيش مع القرآن. خصص ساعة يوميا، ساعة بس فقط لقراءة القرآن كورد يومي مع أولادك، والله لن ينسوا ذلك عندما يكبرون. لقد كان والدنا يفعل ذلك معنا وسنفعل ذلك مع أولادنا، وهذه سنة حسنة، هذه سنة حسنة. عندي رفاق أصدقاء نجلس نتسامر، لكن رمضان هذا رمضان، تعالوا لنجعل رفقتنا على كتاب الله. اليوم سأجلس عند فلان، وغدا عند فلان، وبعد غدا عند فلان، وبعده هكذا على مدار رمضان. كل يوم نكون في بيت نقرأ فيه جزءا من القرآن، والله إنها نعمة عظيمة. هذا رمضان، هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. هنالك من يقوم بتجهيز إفطار للصائمين، إفطار حبة تمر، مذقة لبن، حبة تمر، كل يوم يعبي هذه الأشياء ويذهب إلى البيت، السلام عليكم، إفطار إفطار إفطار. فطرت الصائم، اذهب إلى البيوت كل يوم إفطار، ولو مرة بالشهر. جرب أن تفعل ذلك. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء. نعم، أن تدعو أحدا إلى بيتك ليفطر في بيتك مع أهله بركة. لكنك ماذا لو أن أحد أبنائك أو إخوتك أو أرحامك لا يصوم؟ اذهب إليه، قل سنفطر اليوم عندك إن شاء الله، أو ستفطر عندي اليوم إن شاء الله. شجعه على الصيام. من أفطر في رمضان يوما واحدا عامدا من غير عذر لا يكفره صيام سنة كلها وإن صامه. النافلة أيها الأحبة في رمضان فريضة من حيث الأجر، والفريضة في رمضان ب70 فريضة من حيث الأجر. لذلك نجد أن البعض في رمضان يؤدي زكاة ماله، نعم، لكن الزكاة لا تكون في رمضان، لكنه يريد أن يجعلها من رمضان ليأخذ الأجر مضاعفا. انظر إلى هذا الذكاء في رمضان. الزكاة فرض لها مصارف، وهنالك من يقدم الصدقات في رمضان وقد تكون لغير من يستحق الزكاة فوق نصاب الزكاة، لا مشكلة. وأفضل الصدقة على ذي الرحم. عندك أرحام وأقارب، قدم صدقات، لكن اجعل ذلك ليكون تقوية على طاعة الله تعالى. الصدقات في رمضان، الزكاة. هنالك من يحرص أن يكون هنالك الصلح بين المتخاصمين إن كان، لذلك هي فرصة وهي بشارة
من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الأحبة، رمضان قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يغشاكم الله فيه، أي يرحمكم الله فيه، أنتم بعناية الله تعالى فيه ينزل الرحمة، يحط الخطايا، يستجيب الدعاء، ينظر إلى تنافسكم فيه، يباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم خير رمضان. إذا نحن في استقبال هذا الضيف لصيام نهاره ولقيام ليله. الصيام فيه فرض على كل مسلم مكلف، يعني عاقل بالغ، ذكر كان أو أنثى، قادر على الصيام، ليس عنده من مرض، ليس عنده من مرض. وقيام رمضان أي التراويح هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد جماعة للنساء كما الرجال. رمضان يا خير الشهور وخير بشرى في الزمان، ومطالع الإسعاد ترفل في لياليك الحسان، ومحافل الغفران والتقوى تفيض بكل آن، ومجالس القرآن والذكر الجليل أجل شأن. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان، شرفنا برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوضع في أول كل كتاب حديث غالبا هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي لفظ: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فليجعل كل منا نيته منذ أول يوم في رمضان أو أول ليلة في رمضان، إذا كان غدا رمضان فالتراويح الليل إن شاء الله، فأن تجعل نيتك إن شاء الله أن لا تترك ليلة من ليالي رمضان إلا وتصليها في المسجد. لذلك ربما البعض أول يوم أو أول أسبوع يأتي، ثم بعد ذلك يتكاسل ويأتي ليلة القدر، ثم بعد ذلك يتكاسل. الأمر ليس كذلك. الأمر أننا في سباق، في ميراث للجري، نريد أن نصل إلى النهاية. من الذي يفوز؟ من بقي مستمرا حتى النهاية. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابق فيه المتسابقون، فاز فيه قوم وخاب آخرون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اغفر ربنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا بلغنا رمضان واعتق فيه رقابنا من النيران، واجعلنا عندك من المقبولين. أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تبارك هذه البلدة وأهلها وسائر بلدات وبلاد المؤمنين بمنك وكرمك وجودك يا جواد يا كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.